كنا دائما نسمع بمصطلح جريمة كروية، ولكن هذا المصطلح تم تطبيقه بشكل واقعي وحرفي بنادي باير ليفركوزن. فبهذا الموسم غادر من عندهم المدرب تشابي ألونسو اللي عاشوا معه أفضل الفترات حرفيا، اللي جلب لهم أول دوري في تاريخ النادي، دوري من دون ولا خسارة. والمصيبة ما كانت بخروج تشابي ألونسو أكثر ما كانت بالمدرب اللي جلبوه مكانه، واللي هو تنهاج اللي عاش معه اليونايتد أسوأ الفترات في تاريخ النادي. وبنفس هذا الموسم غادر نجم الفريق الأول، أفضل لاعب بالدوري الألماني بآخر موسمين، فلوريان فيرتس ب 150 مليون يورو، والمشكلة ما جلبوا معوض حقيقي له. أيضا غادر من عندهم فريمبونج الرائع وتم تعويضه بلوكاس فاسكيز، يخرب بيت المصيبة، فاسكيز وتنهاج بفريق واحد. أيضا بخط الدفاع غادر من عندهم جوناثان تاه وبيرو هينكابي، اتفق تقريبا مع الأرسنال وعوضوهم بكوانسا. اكتفينا؟ لا والله، بل أيضا غادر من عندهم هارديسكي، موكيلي، تشاكا، وأيضا أمين عدلي. فلهذا الشيء اللي صار في باير ليفركوزن أقل ما يقال عنه جريمة كروية. كنا موعودين بمشروع وفريق ما راح يكون فقط من الأقوى في ألمانيا بل بأوروبا وبالعالم، وبالأخير تحول لفريق خسر جميع نقاط قوته، وما بستغرب أنه ينافس على الهبوط هذا الموسم.